الأزمات تضرب موعد السوبر المصري في الإمارات. النادي الأهلي يعلن أو يتقدم ويعمل عمل بوليكا. النادي الأهلي خلى الشركة الراعية تطلب تأجيل هذا السوبر. ليه؟ لأن الكابتن حسام حسن عامل أزمة بلا لازمة. وقبل ما نخش في التفاصيل جمعة طيبة عليكم جميعا، جمعة طيبة على جميع المسلمين، جمعة طيبة على أمة محمد كلها. نبدأ الكلام الأول كعادتنا بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لايكك وشيرك واشتراكك عشان جايلك بحلقة ضرب نار. بص، مش للصباح الباكر، للظهيرة، ضرب نار للظهيرة. فاضرب لايكك وشيرك واشتراكك تقديرا للمجهود، لان لو تعرف انا بعمل مجهود قد ايه عشان اجيب لك الاخبار دي هتضرب اللايك وانت حاطط في بطنك بطيخه صيف. فلايكك وشيرك واشتراكك نوصل الحلقه دي لكل الناس. حسام حسن عمال بيعمل ازمات بلا لازمه. ليه؟ مباراتين موريتانيا المفروض التوقف الدولي من 7 ل 15. تمام؟ يعني العب 7 العب 8 عشان مباراة العودة تبقى 12 11 13. انما انت تختار 11 علشان موريتانيا تختار 15 وتخلص في الاجندة الدولية في اخر يوم. طب ما كده السوبر المصري اديك عملت ازمة بلا لازمة. عملت ازمة يا كابتن حسام بلا لازمة هتؤدي الى تأجيل السوبر المصري. ازمتك دي هتؤدي الى تأجيل السوبر المصري. يعني معاك 7 و8 و9، ما تختارش غير 11 عشان موريتانيا تختار 15. يبقى انت كده ضغطت الدنيا كلها في بعض، والسوبر المصري هيتأجل بسبب فكرك الضيق، المحدود. عمال تعمل ازمات. انا مش عارف هو انت ولا رامبور الكرة المصرية. ده انت لو كوالا لامبور الكرة المصرية مش هتعمل فينا كده. ارحم وفكر علشان الناس تحترمك. يعني انت كرهت الناس كلها فيك يا راجل، ده انت كرهت الناس كلها فيك. مش كده؟ معاك 7 و8 و9، تختار 11 علشان موريتانيا تختار 15 علشان تبوظ السوبر المصري، علشان النادي الاهلي يعترض. مش النادي الاهلي بس، ده النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز كلها لعيبه. اي نعم النادي الاهلي العدد الاكبر، ولكن مش كده. ما انت معاك 7 و8 و9، اشمعنى 11 علشان موريتانيا تختار 15 علشان تعمل ازمه بلا لازمه. ارحمنا بقى يا كابتن حسام، احنا تعبنا. معاك 3 ايام غير 11. اشمعنى 11 يعني؟ عشان موريتانيا هتختار 15. ما هو ما ينفعش 4 ايام عشان يروحوا يسافروا وبتاع، بدل ازمه الطيارات. وانت مفكر ازمه زي بتسوانا عايز كل الازمات وتروح تلاعب الناس خلصانه وانت عشان هتسافر بطياره خاصه؟ ارحم يعني، فكر عشان الناس تحترم تفكيرك. انما مفيش تفكير ببصله بما تحمل الكلمه من معنى. طيب نخش على التقيل وركز في كلمة التقيل. لايكك وشيرك واشتراكك. وتعالى اسمع مني. النهارده الجمعة مباراة الزمالك الساعة 7 مساء، غدا مباراة الأهلي الساعة 7 مساء. تمام؟ مع جورماه يكيني. أي نعم كسبنا هناك 3-0، ولكن على المارد الأحمر ولاعيبة النادي الأهلي تحطيم رقم قياسي جديد، وهو الفوز رقم 24 على التوالي للمارد الأحمر. اوعى تستهون بنتيجة 3-0. بكلم لعيبة النادي الأهلي، اوعى تستهون بنتيجة 3-0، لأن المباراة دي بعد المباراة في تسليم درع الدوري معاك 30,000 متفرج في المدرجات. اوعى تستهون بالمباراة. حطم ارقام، كسر ارقام، وبعدين في تسليم درع الدوري في المباراه وفي اخر المباراه. طيب قناه ابو ظبي الرياضيه يترفع لها القبعه. ركز في الكلام، الكلام ده لكل الاهلاويه. قناه ابو ظبي الرياضيه يترفع لها القبعه ونقول لها شكرا وتعظيم سلام. انما قناه اون تايم سبورت اللي خدت مباراه العوده بسبب تسليم درع الدوري
المفروض ولا اهلاوي يتفرج عليها، ولا اهلاوي يتفرج عليها. كل الاهلاويه يتابعوا قناه ابو ظبي الرياضيه، لان قناه اون تايم سبورت واخده المباراه عشان تسليم الدوري لا اكتر ولا اقل. لان هي لو كانت ناويه تاخد مباراه كانت خدت المباراه اللي هناك، انما قناه ابو ظبي الرياضيه خدت المباراه اللي هناك والمباراه اللي هنا. دي بقى واخده المباراه اللي هنا عشان تسليم درع الدوري مش اكتر. عايزين نعرف قناه اون تايم سبورت ان الاهلاويه بيكسروا الدنيا. كل الاهلاويه يتفرجوا على قناه ابو ظبي الرياضيه. من الاخر، من الاخر، ما هي مش سمك لبن تمر بلح، وانت عشان هيتسلم درع الدوري رايح تاخد المباراه اللي هنا، ما خدتش ليه المباراه اللي هناك؟ على كل الاهلاويه متابعه مباراه الاهلي وتسليم درع الدوري على قناه ابو ظبي الرياضيه، لكي تعرف قناه اون تايم سبورت ما هو جمهور الاهلي وما هو تاثير النادي الاهلي على اي محفل رياضي، على اي محفل رياضي وعلى اي قناه رياضيه. لايكك وشيرك واشتراكك نوصل الكلام ده لكل الاهلاويه. اضرب اللايك نوصل الكلام ده لكل الاهلاويه. ضربك لللايك بيخلي الفيديو ينتشر ويوصل لكل الناس. قناه ابو ظبي الرياضيه هي التي من الواجب ومن الطبيعي ان كل الاهلاويه يتفرجوا عليها. قناه اون تايم سبورت واخده المباراه لتسليم درع الدوري فقط. تمام؟ الكلام لكل الاهلاويه. حلو الكلام؟ نخش بقى على ايه؟ نخش على الراحلين من نادي الزمالك. ابن فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر ماشي، اللي رجعوه من بيراميدز وعملوا البحر طحينه والحكايه والروايه وعايزين يمشوه تاني. طيب النادي الاهلي اعار مين؟ اعار يوسف سيد عبد الحفيظ. يوسف سيد عبد الحفيظ لنادي سيراميكا، مع انه مقيد افريقيا، طب ايدته ليه؟ ايدته ليه لما انت هتمشيه؟ ايدته ليه؟ وصلنا لغايه فين؟ وايدته ليه ما تعرفش؟ وصلنا لغايه فين ولا ايدته ليه ما تعرفش؟ الكابتن حسام حسن عمل ازمه في مباراه السوبر، يعني ازمه بلا لازمه، ازمه بلا لازمه. ليه؟ لان التوقف الدولي من يوم 7 زي ما قلت لحضراتكم، من يوم 7 ليوم 15، يعني كنت ممكن لعبت 8 يا عم، مش هقول لك العب 7، وكانت مباراه العوده كانت بقت 12 13، كانت ازمه مباراه السوبر هتتحل. انما انت عامل ازمه بلا لازمه يا كابتن حسام، وكل ده هيعود عليك وهيعود على الدوري وهيعود على اهو. بص من الاخر، مباريات السوبر المصري في الامارات هتؤجل بسبب اختياراتك وعدم تقديم ما هو في القادم. من الاخر علشان ما اطولش على حضراتكم، لايكك وشيرك واشتراكك والجمعه طيبه عليكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.